الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محسن طوك. اليوم جينا نزوروا المسجد المنظر الجميل. الصراحة كنا كنرتاحوا فيه السنة اللي فاتت الماضية، كنا كنصليو التراويح، وصراحة لا المكان لا الجريدات لا المسائل كاملة كتعجبني. ملي كنبغي نرتاح كنجي نصلي في هذا المسجد وكنمشي نريح في ديك الجردة. اجيو معايا تشوفوا معايا المسجد ديال المنظر الجميل شحال كيعجبني. وكنشكروا من هذا المنبر الحاج الدودي اللي كان هو اللي بناه، وكنشكروه بزاف بزاف بزاف. وحنا ديما كنشكروه لانه هو واحد الانسان طيب اللي كيحب هذه المدينه وزان وكيحاول يدير شي حاجه لهذه المدينه وزان. والناس دوزان بصفتي انا كمحسن طاكو دوزان كنشكر الحاج الدودي اللي الله عمره صلي رجل طيب وكيبغي الخير وكيساعد الناس كيتعامل مع الناس. واليوم عجبني الحال، جيت ملي شفت هذا المسجد هكا زدت نفكروا. ملي جيت شفتو اليوم مع راكم عارفين الوباء دابا يعني كنصليو قليل فيه كنصليو هنايا ان شاء الله الرحمن الرحيم، يعني حيت حسب البعد ورغم ساكن بعيد كنجي نسم هذا الهواء النقي. وعجبني الصراحه المسجد كيعجبني بزاف، وعاد المرافق وعاد الشنطيات كبار واتساع والمنظر جميل. صراحه احسن بلاصه كتعجبني في مدينه وزان. وكنشكر الله سبحانه وتعالى على هذا الخير الله سبحانه وتعالى. وكنشكر السي الحاج الدودي
اللي الله يعمر له الدار، من القلب الكبير، من القلب الطيب. واش تشوفوا معايا البلايص الاخرين، اجوا معايا. وباش عجبني حتى الشنطيات كبيرين واسعين، حتى الناس فين يجيو مرحبا بهم. يعني كاين انسان منين يخرج منين يدخل. يعني اللي عجبني هو الاتساع كاع. حتى شوف بنادم يصلي، حتى شوف توزن كامله تصلي، كاين الاتساع فين تصلي. بعض المرات كيكون بزاف الناس يقدروا يصليو حتى برا، يعني كاين الاتساع الحمد لله. الجردة واللي كيعجبني بزاف مع قرب الجامع هي الجردة غزاله الصلاح اللي كيشوفوا. شوف لا مناظر خلابه، شوف مناظر خلابه. الانسان فضل يمشي شي مكان بعيد يجي المنظر جميل، لان المنظر جميل احسن جماعه بصراحه. تبقى عجبني كيعجبني. شنو هذا الكلام؟ ومن هذا المنبر محسن طوك باسم مدينه وزان. احب مدينه وزان، احب بلادي، وكنشكر الله سبحانه وتعالى، وكنشكروا السي الحاج الداودي الرجل منذ الطفوله، وكنشكروا بزاف الناس اللي كيحبوا الخير. وتحيه لكم كاملين. وهذا هو المسجد ديال المنظر الجميل. واللي عجبني في المنظر الجميل هو الشنطيات ديال المنظر الجميل كلهم متسعين. وهذا الشيء اللي كيعجبنا في هذا الحي، لان فيه الشنطيات كبيرين متسعين، والجراضي والجامع كبيره تبارك الله، والهدوء والكالم. واش غنقول لك صراحه تقال. عندي شي ناس من العائله ديالي اللي ساكنين هنايا، يعني ملي كنجي نبات معاهم الريحه ديال الورد، كاينه الورود، الجرده، ريحه النسيم. الناس اللي ساكنين هنا الناس نقيين، الناس مخيرين. زعما الصراحه تقال المنظر جميل. كنتمنى يسهل عليا الله شي سكنه في هذا المنظر الجميل. لان علاش؟ لان قرب الجامع وعندها مستقبل كبير تبارك الله ان شاء الله الرحمن الرحيم. لان اللي ما جي احسن من اللي داز. وكنشكروا سي الحاج الداودي من هذا المنبر من عند مدينه وزان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. احسن جماعه صراحه تقال عجبني كيعجبني. شنو هذا الكلام؟ ومن هذا المنبر محسن طوك باسم مدينه وزان. احب مدينه وزان، احب بلادي، وكنشكر الله سبحانه وتعالى، وكنشكروا السي الحاج الداودي الرجل منذ الطفوله، وكنشكروا بزاف الناس اللي كيحبوا الخير. وتحيه لكم كاملين. وهذا هو المسجد ديال المنظر الجميل. واللي عجبني في المنظر الجميل هو الشنطيات ديال المنظر الجميل كلهم متسعين. وهذا الشيء اللي كيعجبنا في هذا الحي، لان فيه الشنطيات كبيرين متسعين، والجراضي والجامع كبيره تبارك الله، والهدوء والكالم. واش غنقول لك صراحه تقال. عندي شي ناس من العائله ديالي اللي ساكنين هنايا، يعني ملي كنجي نبات معاهم الريحه ديال الورد، كاينه الورود، الجرده، ريحه النسيم. الناس اللي ساكنين هنا الناس نقيين، الناس مخيرين. زعما الصراحه تقال المنظر جميل. كنتمنى يسهل عليا الله شي سكنه في هذا المنظر الجميل. لان علاش؟ لان قرب الجامع وعندها مستقبل كبير تبارك الله ان شاء الله الرحمن الرحيم. لان اللي ما جي احسن من اللي داز. وكنشكروا سي الحاج الداودي من هذا المنبر من عند مدينه وزان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.